السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة كويزين أب. اليوم جبت لكم الوصفة، يعني تقدروا تقولوا الضائعة، يعني بزاف ناس اللي راهم يحوسوا عليها، وتقدروا تقولوا هاد الكاوكاو، يعني هاد الايامات راه ترند، والحاجة كي تكون جديدة دير حالة، وهو يعني ما كان والو. جبت لكم الوصفة والسر فيه. وهذا الكاوكاو يتباع بثمن غالي، يعني ضعف السعر تاع الكاوكاو العادي. نبدأ لكم أولا بوصفة الكاوكاو المحمص اللي كنا درناها من قبل، يعني راه كاين فيديو تاعها. روحوا شوفوا التعليقات، يعني وصفة ناجحة 100%. فقط عندي تعقيب على بعض الأمور، فقط كاين واحد 5% اللي قالوا الكاوكاو التحرق. المشكل أكيد راه في الفور عزيزاتي. إذا درتيه في الفور الكهربائي هذاك الصغير، يعني اللي يكون صغير، هذاك اكيد راح يتحرق لك في الخمس دقائق الاولى، ماشي 10 دقائق. يعني انا الفور تاعي كبير تاع سانفو وواسع، يعني بالداخل، يعني كل وحده وتفهم الفور تاعها. هذا الاخر، يعني اللي عندها فور مليح وباين وواسع، اكيد ما راحش يتحرق معها. قلت لكم يعني شوفوا التعليقات وتلقاو يعني معظم اللي راهم مشتركين معايا نجحت لهم الوصفه وقالوا لي ما نبدلوهاش. يعني هذيك اللي تحرق لها اكيد راح تكون من حالات القليله بزاف، اللي اكيد راني متاكده، يعني بالك يكون هذاك الفور الصغير تاع الكهربائي، هذاك اكيد راح تحرق، باسكو المساحه نتاعو الداخل صغيره بزاف، و200 درجه اكيد راح تتحرق في الخمس دقائق الاولى، يعني ماشي في 30 دقيقه. هذا فقط. المهم نرجع للوصفه نتاعنا. المهم كما قلنا سخنوا الفرن تاعكم مده 30 دقيقه، ربع ساعه عفوا. يعني كي ديروه حطوه لمده 30 دقيقه في الفرن مع التحريك. اكيد كل مره طلي عليه وحركيه مره على مره باش ما يتحرقش من جهه ويقعد من جهه. شعلي ليه من الاسفل 200 درجه مده 30 دقيقه. كي تكملي راح نجيبو كما راكم تشوفوا معايا نص كاس تاع لاتاي تاع الماء، وندير فيه 3 مغارف نتاع الملح. هذاك الملح نذوبوه مليح مليح. انا الطريقه نتاعي نغليه فوق النار، يعني باش هذاك الملح والماء يتحد مع الماء مليح مليح. كي يذوب لك مليح في الماء، من بعد ما راحش يطيح لك هذاك الملح من الكاوكاو. كما راكم تشوفون نحطوه يغلي المده يعني قليله، المهم حتى تحسيه بلي ذاب. خلطيه مليح مليح، يعني ما راحش يذوب لك ثمثم، لازم تتعبي معاه، خلطيه مليح مليح حتى يذوب. نخرجوا الكاوكاو نتاعنا وهو سخون، يعني بعد ما يفوت 30 دقيقه راح نضيفوا لهذاك الماء والملح ملعقه تاع بابريكا مدخنه، ولا الفلفل العكري احنا نقولوا له المدخن. اللي ما يعرفوش الفلفل العكري يكون مدخن، هو يتباع هكذاك عند العطار، يعني تروحوا عنده تقولوا له اعطوني البابريكا المدخنه، راهم يستعملوها للمشاوي للحوايج هذوك. هذا فقط، هذا مكان. وراح تزيدوا لها ملعقه تاع زيت. انا فاتتني اللقطه، ما على باليش ما كنتش نصور. مغرف صغيره تاع زيت مع هذاك الماء والبابريكا تاعكم، يعني ديروا ملعقه لاباس بها تكون معمره تاع بابريكا مدخنه، لازم تكون مدخنه باش تعطيكم هذاك الجو المدخن للكاوكاو نتاعكم. هذا مكان. نعاود نرجعوا الكاوكاو تاعنا في السنيوه. قلت لكم بهذيك لاستيس تاع تحطوا هذاك الماء يكون سخون فوق الكاوكاو سخون، بعد يتبخر لنا، يعني ما راحش يشدوا هذاك الكاوكاو يرجع يخضر معانا. انا باش نزيد نعزز هذاك الذوق تاع الكاوكاو المدخن مليح مليح، راح نزيد له هكا. تجيبي فحمه الى عندك وحطيها فوق النار حتى تشعل مليح مليح. نحطوها في وسط السنيوه نتاعنا بهذه الطريقه. هذه الطريقه راكم شفتوها، اي حاجه نبغوا ندخنوها ولا نزيدوا لها هذيك الكو تاع الدخان نديروا لها هذه الطريقه. نجيب بابي الومنيوم نخدموا بهذه الطريقه. نحط فيه القليل من الزيت، يعني ندير فيه شويه زيت، ونخلي هذيك الفحمه تشعل مليح مليح، يعني باش ما تطفاليش ثمثم. هنا نكون مخليه الفور تاعي يشعل باش نرجع هذاك الكاوكاو ينشف من هذاك الماء نتاعو اللي كنت درتو له، باش يبقى فيه غير الملح وهذيك البابريكا المدخنه. وانا نزيد نعزز له هذيك الرائحه باش تجي قويه. راح نجيب له
نجيبوا هذيك الجمرة كما راكم تشوفون، نحطوها في هذاك الزيت، نفرغوا عليها شويه زيت. هذا السر هو في هذا الدخان، ايضا راح يزيد لكم هذا القوه، لو انه البابريكا المدخنه هي الاساس يعني. مادام درنا لها البابريكا المدخنه خلاص يعطينا ذوق، هذاك ذوق المدخن تاع الكاوكاو. رجعها للفور بعد ما يشف لنا هذاك الماء. هنا ثان مرحله اخيره، بعد ما خرجتوه كم تشوفوا يعني عاودت نفس الطريقه. الجمره هذيك عاودت رجعتها فوق النار وزدت له يعني كمره اخيره فقط باش يجي هذاك القو باين بزاف. هذاك مكان يعني هذه هي الطريقه نتاع الكاوكاو المدخن. ان شاء الله يعني تكونوا استفدتوا معايا وفدتكم بهذا الفيديو. الناس اللي راهي تحوس عليها تدعي لي فقط وجربوه. يعني هاد النهارات نعرفوا راح يجي مناسبة تاع العام الجديد ويناير، راح تحتاجوها هاد الوصفة. يعني جربوها وبصحتكم. الناس اللي كانت تحوس عليها ليكم. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.